فيديو رقم 4 واللي بنتكلم فيه على أهم الريد فلاجز أو العلامات الخطرة اللي لما نلاقيها جوه بيئة العمل نبدأ نفكر في قرار الاستقالة. دلوقتي هكلمكم على نقطة مهمة جدا 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 جدا، واللي حقيقي أنا ما بتخيلش إن ممكن يكون حد عايش أصلا في الحياة من غير ما يكون عنده القيم. بناء على ان انت يكون عندك القيم الخاصة بتاعتك ومبادئك اللي مفروض ان هي ما بتتحركش او بتتهز مع اي حاجة وتكون ثابتة، هي ان انت تبدأ تلاقي ان قيم الشركة اللي انت شغال فيها بيحصل فيها تضارب، وان الكلام اللي كان بيتقالك زمان عن قيم عالية جدا ومثل عليا رهيبة والقيم اللي بتبان للناس بره تبدأ تلاقيها جوه بيئة العمل بقت عكس كده تماما 180 درجة. فمهم جدا ان انت ما تبقاش منشغل بشغلك ومش شايف القيم بتاعت الشركة. بمعنى ايه؟ يعني دي حصلت معايا انا شخصيا، انا كنيفين عندي قيم، تمام، عندي قيم بعيش بيها، فكنت مهتمية قوي طول شغلي ان انا احقق القيم بتاعتي دي في مجال شغلي، تمام. ومن كتر ما انا مركزة قوي في القيم بتاعتي ما كنتش واخدة بالي ان قيم الشركة اصلا اللي انا بشتغل فيها ابتدت تقع، ما بقتش موجوده. يعني اخدت وقت كبير قوي كده على بال ما ابتديت اخد بالي ايه ده، في ايه ايه ده، انا حاسه ان انا في مكان تاني خالص. فمهم جدا ان انت تبقى عارف اصلا قيم الشركه بتاعتك ايه، المدير بتاعك ده كان بيقول لك ايه زمان ودلوقتي بقى هو عامل ايه، تمام. فدي نقطه مهمه جدا 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 ان انت تاخد بالك. زي ايه مثلا؟ زي ايه يعني؟ مثلا لو انت بتشتغل في اي مجال، مثلا زي مجال التدريب او اي حاجه، تبدا تلاقي ان الكواليتي اللي بتتقدم كواليتي واقعه قوي. تبدا تلاقي ان مثلا عدد الساعات التدريب بتتقال للناس بحاجه وبيتم تقديمها حاجه تانية. تلاقي ان مش ده اللي مفروض اللي الناس تاخده. تبدا تلاقي ان الناس من بره منبهره بحاجه بس انت عارف كويس قوي ان الحاجه دي فيك ومش صح. فدي حاجات مهمة جدا 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 لازم تبدأ تاخد بالك. من ضمن يعني المهازل اللي ممكن تقابلها جوه بيئة العمل، واللي هي بجد بعدها انا شايفة ان ما ينفعش بجد ان انت تقعد في المكان ده، الا وهي ايه بقى؟ لما تضارب القيم دي تيجي من مديرك بشكل مباشر وتبدا تلاقيه ان هو بيمارس ممارسات اللي هو بجد تاني بيحصل لك ايرور في دماغك كده، هو ازاي بيقول كده او هو ازاي بيعمل ده؟ زي ايه مثلا؟ ان هو يكون كل شغله الشاغل هو نقل الكلام بين افراد الشركه. والله زي ما سمعت كده، مدير وقائد وسي او كل همه ان هو يبدا ينقل الكلام بين الموظفين. فلانه قالت عنك كذا، وفلان ده قال كذا، وعلان عمل كذا. اللي هو ايه ده؟ ثانيه واحده، ازاي انت ازاي كده؟ ده المفروض اصلا انت مدير ما تتنقلش الكلام، يعني لا ما فيش كده. مره حصلت معايا، كان مديري يعني بيسالني اخبار الشغل ايه وتمام وكده، قلت له لا والله كله تمام، كله تحت السيطره، مش اي حاجه، كله تمام. ايوه طب ايه رايك في الموقف اللي حصل بين فلانه وفلانه؟ فانا بصيت له كده قلت له هو في موقف حصل بين فلانه وفلانه؟ ما اعرفش. قال لي امال بس بتقولي مسيطره ومش عارفه ايه وانت مش عارفه اي حاجه. قلت له لا انا مش عارفه اي حاجه في اللي ما يخصنيش، انا ما يخصنيش مين حصل معاه ايه، انا يخصني شغلي وان انا مسيطره على شغلي، ده اللي انا اقصده. فوقتها بجد بقى عندي علامه استفهام كبيره قوي، ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه بجد؟ مثلا بعض الممارسات مثلا زي ان انت تلاقي مديرك مثلا قاعد معاك يقول لك بقول لك ايه رايك في فلان؟ فاللي هو انا مالي؟ يعني انا ليه ادي رايي في زميل ليا؟ انا وهو زي انا مالي؟ شفتي ده فلانه كانوا جايبين في سيرتك امبارح. اقول له طب تمام خلاص اوكي جيبوا في سيرتي عادي. الشغل ده والممارسات دي استحاله تكون اتيتيود مدير، اتيتيود ليدر، هو بيقود شركه. هو اصلا بالنسبه لي انا مع الخبره بقى اكتشفت انا كنيفين ان الشخص الواحد اللي بيلعب كذا دور، اللي هو تلاقيه سي او وتلاقيه مدير وتلاقيه ترينر وتلاقيه كوتش وكده، اعرف ان ده هوا. خصوصا كمان لو كان ادارته فاشله، يعني هو كان فاشل في الاداره وفاشل في كل حاجه. لان انا بالنسبه لي صاحب المال ما ينفعش ان هو يدير، تمام. يعني خلاص انت هات حد يدير الشركه وابعد انت بقى، يعني انت خلاص السي او، انت الفاوندر، انت اي حاجه، هات حد يدير. خصوصا لو اتقال لك اكتر من مره ان انت ادارتك فاشله، يعني انت مش عارف تدير. في الحاله دي والله بجد دي من العلامات بالنسبه لي انا
يعني انا لو لقيت شخص هو اللي بيأكت از كل الحاجات دي، انا استحاله اشتغل في الشركه دي يعني تماما بجد. اللي بيكون هو في ايده كل حاجه وشايف ان هو عنده مفاتيح الكون، كمان الايجو عنده عالي قوي وشايف ان هو على طول صح وكل الناس دي غلط، اوعوا تخوضوا التجربه دي. يبقى من العلامات المهمه جدا جدا جدا، اولا انت لازم تبقى محدد القيم بتاعتك، واللي بيها تكون علامه مهمه قوي داخل بيئه العمل لما تلاقي ان في تضارب في قيم الشغل اللي انت شغال فيه.